السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ نتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير يا ربي. جيت لكم فيديو جديد. غادي هكا نوريكم واش غادي نقدم ان شاء الله. الفطوري، واخا الصراحه ما دخلتش بكري للكوزينه، واخا راكم عارفين مع التصوير وهذا. بالنسبه للشان غادي نقاد معكم فطائر كيجيو غزالين، كيجيو معلكين هكا بالفرماج وهذا، يعني وبحشوه اللي بسيطه، ماشي ما كتطلبش بزاف ديال المقادير. بالنسبه للتحليه غادي ندير معكم واحد التحليه اللي حتى هي ساهله ماهله وبمقادير بسيطه، يعني راه كنجيب لكم شي حاجه اللي يعني بمقادير الاقتصاديه يقدر اي واحد يديرها. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي، اشتركي في القناه وضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وكنتمنى انكم تشجعوني بلا لايك ديالكم التعليق ديالكم. هادشي كيزيد يشجعني وكيخليني دائما نزيد لكم نعطيكم يعني هكا المزيد من الوصفات والمزيد نشارك معكم بزاف ديال الحويجات. وصافي، وعلى بركه الله ما نطولش عليكم الهضره بزاف، غادي ندوزو باش نديرو الوصفات ديالنا. اول حاجه بعدا غادي نديرها هي واحد لا سالاد اللي هكا خفيفه، بطاطا، خيزو وجلبانه، و غادي نقلي هكا الحوت للدراري باش يتغداو وصافي. وهادشي اللي كاين. غادي ندوز هو الاول من هذيك لا سالاد، غادي نديرها بكثره بحال هكا باش تبقى ليا حتى الفطور. اللي بغى ياكلها هكا في الفطور، اللي بغى ياكلها العشاء تبقى وصافي. وعاد باش غادي ندوز الوصفات اللي غادي نوريكم. يلا خليكم معايا. خرجت الصول، عندي هنايا الصول وعندي الميلا. غادي نقلي شويه دابا، وغادي نخلي حتى مورا الفطور عاد باش غادي نقلي واحد شويه. عرفتي شنو هادشي؟ غادي نغسلو. المهم قلت لكم يلا خرجتو هكا من الكونجيلاتور، درت ليه شويه ديال الماء باش يتفسخ، وصافي غادي نزيد عليه التوابل. البنات غادي ندير هنايا التوابل. بالنسبه للتوابل انا كندير شويه ديال التحميره هكا، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار،
غادي ندير شويه ديال الكمون، غنكثر شويه ديال الكمون حيتاش كيتواتى مع الحوت. وغادي ندير شويه ديال المليحه، وغادي نضيف الزعتر كيجي معاهم غزال البنات. غادي نضيف الزعتر البنات، غادي نضيف عليه هنايا الزعتر. كندير ليه انا بحال هكا، كنحاول انني نحكو هكا بين يديا باش يعطيني النسمه ديالته. الا بغيتو تضيفوا الثوم زعما ضيفوا الثوم. انا صراحه ما كنضيفوش، كنكتفي بهاد التوابل هادو. غادي ضفت شويه ديال زيت العود وصافي، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم بحال هكا، نخلطهم مع بعضياتهم ونقليهم. بحال اللي قلت لكم غادي ندير شويه هكا. دابا غادي نقلي شويه وغادي نخلي شويه حتى يقرب الفطور عاد باش غادي نقليه باش يبقى سخون. هكا غادي نخليه واحد شويه على ما بيد ما طيب ليا هاد لا سالاد ديالي، هذوك الخضر اللي درت عاد باش نقليهم. هنايا البنات جيت باش غادي نقدم معكم واحد الفطيره اللي كتجي غزاله صراحه. يعني في المذاق ديالها ولا في الشكل ديالها كتجي رائعه، وكتحضر في المقله يعني بلا فرن بلا والو. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا ليها 2 معالق ديال الدقيق، غادي نحتاج ليها كاس الا ربع من الحليب. هنايا غادي نحتاج نصف الكميه ديال بيكين باودر، يعني هنايا فيها 8 غرام، غادي نحتاج النصف ديالها اللي هو 4 غرام. غادي نحتاج هنايا البيضتان، غادي نحتاج رشه ملح. يعني مقادير بحال اللي كتشوفوا بسيطه، ماشي فيها بزاف ديال المقادير. هادشي اللي غادي نحتاجو فيها. غادي ندوز معكم دابا باش نوريكم الطريقه ديال التحضير. شوفوا هنايا البنات غادي ندير بحال هكا الدقيق. اول حاجه غادي نضيف عليهم الحليب، يعني كيكون ماشي بارد وماشي دافي، يعني عادي بحراره المطبخ. عندي هنايا غادي نضيف هاد 2 بيضات هكا. غادي نضيف نصف الكميه اللي قلت لكم ديال خميره الحلويات هكا. كما كتشوفوا نتوما نصف الكميه ديال هاد الخميره هذه. غادي نضيف رشه ملح، يعني غير شويه بحال هكا، وغادي نخلط هاد المكونات هادو مع بعض. تقدروا انكم ديروهم في الخلاط الكهربائي، تقدروا انكم ديروهم بحال اللي قلت لكم البنات. تقدر انكم ديروها في الخلاط هكا الكهربائي، وتقدر انكم ديروها بالخلاط اليدوي بهذا الضرب اليدوي بحال هكا. تخلطوها مزيان حتى ما كيبقاوش يبانوا لكم دوك الحبيبات. وغادي ندوز باش غادي نطيب هاد الفطائر هادو. تقدروا انكم تضيفوا عليهم، انا غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الابزار. تقدروا انكم تضيفوا شويه، تقدر انكم تخليوها هكاك بحال هكا. بحال هكا كنخلطوها هكا مزيان عاد باش غادي ندوز باش غادي نطيبها.
البنات باش غادي نعمر هذوك الفطائر. عندي هنايا يعني بواحد الحشوه اللي اقتصاديه جدا، يعني ما كتكلفكمش بزاف. هنايا غادي نحتاج الفلفله ملونه، يعني انا عندي هنا الصفر، الحمراء والخضراء. غادي نحتاجو في التوابل التحميره، الابزار وشويه ديال الكمون. بالنسبه لهنايا غادي نحتاج البصله مشلضه بحال هكا تكون صغيره. هنايا غادي نحتاج العلبه ديال الطونه، وغادي نحتاج هنايا الفرماج اللي كيكون هكا ديال ساندويتش، وغادي نحتاج غادي نحتاج شويه الملح. هادشي علاش غادي نحتاج. بالنسبه لهنايا غادي قلت لكم البنات هنايا غادي ندير شويه ديال زيت البلديه، صراحه كيعجبني انا نطيب بها. غادي ندير البصله، غادي ندير هكا البصله هي الاولى. سمحوا لي البنات راني تجرحت ديك هذا الباطا ديال الطون عليك بحال اللي كتعرفوا كتكون شويه حاده، جرحاتني. مثلا نبدا نشحر بحال هكا في هذه البصله هذه بحال هكا تدبل ليا واحد شويه. عاد واش غادي نضيف عليها ديك الفلفله اللي ملونه، وغادي نضيف التوابل. اخر حاجه اللي كنضيفوها هي الطون، يعني حتى كنطفيو العافيه. عاد واش غادي نضيف عليها الطونه ديالي بحال هكا. هاي البنات بعد ما تشحرات ليا هذيك البصيله غادي نضيف ديك الفلفله هكا اللي ملونه. عاد غادي نبدا نضيف التوابل، يعني التوابل لكم الاختيار، تقدروا نتوما يعني التوابل اللي كيعجبوكم ديروهم. انا غادي ندير غير شويه ديال الحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الملح. هكا شويه ديال الملحه. صافي غنشحر هذا الشيء كله حتى يطيبوا لي هاد المكونات كاملين. عاد باش نضيف التونه، قلت لكم بحال اللي قلت لكم يعني التونه اخر حاجه كنضيفوها حتى كنطفيو على العافيه. عاد باش كنضيفوا التونه، تقدروا تضيفوا اي حاجه كتعجبكم نتوما، بحال يعني اللي يعجبكم، جونبون دو داند، يعني الحشوه لكم الاختيار. تقدروا ديروا اي حشوه كتبغيو نتوما، تقدروا ديروا هكا خيزو محكوك مع قرعه محكوكه، يعني لكم الاختيار في الحشوه. الطريقه ديال الفطيره هي كل شيء، يعني الطريقه ديال بحال اللي قلت لكم ديال الفطيره، يعني بحال هما كيجيو تقريبا بحال لي كريب، ولكن بمذاق احسن. صافي غادي نخلط كاع هاد المكونات ونرجع لكم. اي بنات بعد ما طابت ليا غادي نطفي بحال هكا العافيه، وغادي نضيف هذيك التونه الدقيقه بحال هكا بعد ما صفيتها من الزيت. يعني قلت لكم بحال اللي قلت لكم البنات الحشوه، يعني الا عندكم الكفته ولا عندكم، يعني انا عطيتكم هكا يعني بحشوه بسيطه وبمقادير اللي اقتصاديه، تقدروا انكم ديروا بحال هكا، وتقدروا تديروها هكا كفكره للعشاء، ماشي غير تكون هكا وصفات ديال رمضان. تقدروا انكم ديروا هذه القضيه هذه ديروها وصفه للعشاء وتاكلوها في الايام العاديه. صافي غادي نفتت هاد الطونه هذه، غادي نحاول اني نخلطها مع هاد الفلفله والبصله وهاد التوابل، ونرجع لكم من بعد. هنا البنات المقله كدهنوها مزيان بالزيت باش ما تلصقش لكم الفطيره ديالكم فاش تكونوا كديروها. بحال شفتوني راني دهنتها مزيان،
وعاد باش غادي نضيف الفطيره ديالي بحال هكا. كتشوفوا بحال كتجي تقريبا بحال لي كريب. كتبقاو دوروها هكا. الا جاكم الخليط، الا بان لكم الخليط راه كتير، حاولوا انكم تخويوه في الاناء، ماشي مشكل. عاد باش كديروا ديك الساعات الحشوه ديالكم. هنا نسيت الفرماج في التحت. خاصكم ديروا الفرماج في التحت باش يذوب. بعد ما طابوا ليا غادي نقطع بحال هكا باش نوريكم قطع كيفاش كيجيو. صراحه كيجيو غزالين هكا. كيجي فيهم داك الفرماج كيجي فيهم من الداخل. خليوه نتوما. انا بعدا غادي نبقى واحد شويه زعما ونسخنهم حتى يقرب يدن، وغادي نسخنهم باش يذوب ليا هذاك الفرماج من الداخل. كيجيو غزالين البنات. حتى هاد العجينه هذه اللي حضرتها معكم، داك الخليط اللي حضرته معكم كيجي غزال. وصافي غادي بحال اللي قلت لكم غادي نخليهم حتى يقربوا يدن، وديك الساعات باش نسخنهم باش يذوب لهم داك الفرماج. كنتمنى انكم تجربوهم البنات بحال اللي قلت لكم بمقادير اللي بسيطه ودغيا كيوجدوا. راه ميم با زعما بالحشوه ديالهم بكل شيء، يعني غادي تكون ديك 20 دقيقه هكا كيفاش طابوا ليا ودغيا كيطيبوا. وكيجيو اهم حاجه انهم بحال اللي قلت لكم كيجيو لذاذين. البنات قال لي راجلي بلي ما بغاهمش هكا مقليين. هاد الصول هذا ما بغاش مقلي، الحوت غادي نديروه هكا في الفران. دهنت هنايا الطاوه ديالي. نتوما الا عندكم داك الورق ديال الطبخ ديروه. انا ما عنديش، دهنت غير الطاوه هكا بالزيت، وغادي نفرش فيها هكا هاد الحوت هذا ديالي. حاولت انني نفرشه بحال هكا. راه خليتها في هذيك الشرموله صافي. دابا غادي نستفها بحال هكا في الطاوه باش ندخلها. باش غادي ندير معكم واحد التحليه. بالنسبه لهاد التحليه هذه غادي نحتاج فيها كاس ديال جوج كيسان ديال الماء، عفوا جوج كيسان ديال الماء. غادي نحتاج هنايا فانيلا. غادي نحتاج جوج ديال المعالق ديال المايزينا. غادي نحتاج رشه ملح. غادي نحتاج هنايا المعلقه كبيره ديال الزبده. هنايا غادي نحتاج الشوكولاته. يعني نتوما تقدروا ديروا هذا الشكلاط هذا اللي عادي، تقدروا ديروا الشكلاط اللي مر. غادي نحتاج هنايا الدانون. وغادي نحتاج جوج معالق ديال السكر. المهم على بركه الله غادي نبدا. غادي ندير هنايا جوج كيسان بحال اللي قلت لكم ديال الماء، جوج كيسان بحال هكا ديال الماء. يعني هاد التحليه هادي راه ما كتطلبش منكم الحليب، غير الماء. تقدروا ديروها غير بالماء. غادي نضيف جوج معالق ديال
مايزينا. انا البنات غادي ندير بحال قلت لكم 2 كيسان ديال الماء. غادي نضيف عليهم كاكاو المر، غادي نضيف عليهم دوك 2 معالق ديال النشا، غادي نضيف فاني، غادي نضيف 3 ديال المعالق ديال السكر. تقدروا نتوما ديروا 2 معالق ديال السكر بلوس فانيا هي 3، ورشه ديال الملح، وكنخلطو مزيان. هنايا البنات في حمام مريم ذوبت الشكلاط، وغادي نضيف عليه ديك المعلقه ديال الزبده محدو باقي سخون باش تذوب ليا ديك الزبده مع الشكلاط. وغادي نضيف عليهم داك الكاس ديال الدانون، وغادي نخلط الكل جيدا. هنا البنات فوق نار هادئه درت داك الخليط اللي فيه الكاكاو، فيه دوك 2 كيسان ديال الماء، درتهم هكا فوق النار، وغادي نبدا نخلط جيدا حتى يتماسكوا مع بعضهم، عاد باش يعني نخلطهم مع داك الشكلاط ودانون. هي البنات بعد ما عقدت حيدتها من العافيه، وغادي نضيف عليها داك الخليط الاخر. بعد ما خلطت البنات الكل، هنايا جبت الكؤوس ديالي غادي ندير فيهم هاد الخليط ديالي. حاولوا انكم ما توصلوش يعني الخليط يعني حتى الفوق ديال الكؤوس. حاولوا انكم تخليوه واحد شويه ديال واحد الطبقه اخرى اللي غادي تزاد فوق منها الطبقه الاخرى. يعني كاينه هاد الطبقه هذه اللي كاين فيها هاد الخليط، وغادي نضيف طبقه اخرى. هنايا خديت واحد دانون ديال الفاني خلطته مع شويه ديال الدانيت باش. هنايا خديتو بيمو فرشتو بحال هكا، وغادي نزين به. تقدروا تزينوا باي حاجه كيبقى لكم الاختيار. زينوا بسيجار، داك بيمو ديال السيجار حتى هو كيجي زوين. هذوك الاخرين ما بقاوش ليا فيهم الطبقه الثانيه، درت خليتهم هكاك. المهم البنات كتكون هذه هي التحليه ديالي، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنخليوها هكا كتبرد مزيان حتى كتجمع راسها، وكنحطوها هكا في وجبه السحور ولا وجبه يعني بعد العشاء فاش كناكلوا هكا العشاء. يعني نتوما لكم الاختيار امتى كتبغيو تاكلوا بحال هكا التحليات. بحال اللي قلت لكم البنات كتجيب مكونات اقتصاديه، واهم من ذلك انها كتجي لذيذه. صافي كنقدمها لكم بصحه وراحه، وكنتمنى هاد لا فيديو هادي تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تنسونيش بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم، و حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، مع السلامه.